حسيتك كذا فيك غصة. فيني غصة صح. ليه؟ شفتها انت؟ ليه؟ اي حسيت كذا. والله مو انا، اكيد الناس كلهم فيها غصة، عشان كذا اليوم جاية وهي معاها امل ان المنتخب هذا يرجع الشغف شوية، وتجي بطولة ترمم اشياء صارت في السنين. يعني المنتخب ذا اخر 20 سنة تقريبا، انت ادرى مني، اخر بطولة 96 زي ما قلنا. ايه 96. بعدها 2003 كاس الخليج. معقوله منتخب زي السعوديه، منتخب عنده 3 فاسيه، من اوائل المنتخب اللي تاهل لكاس العالم، منتخب كبير عريق له قيمته في الكره العالميه كمان، يقعد يعني 20 سنه بدون بطوله. اليوم بقي مباراتين. انا والله كلمه للاعبين، لنا بس 90 و90 180 دقيقه. ممكن احنا لا سمح الله نطلع، ممكن الكوره يعني تفاصيل بسيطه، بس اذا شفنا انكم اديتوا اللي عندكم والله احنا بنرتاح وننبسط. ما تصير سيناريوهات ننهزم اخر الدقائق زي ضد البحرين، مره انهزمنا تصفيات كاس العالم، خسرنا كاس الخليج مرتين اخيره سهلنا فيها، مره ضد البحرين انت عارف، ومره خسرناها كمان ضد نصف النهائي الماضي ضد عمان، وقطر جات شالت البطوله من الرياض. تكفون 90 دقيقه مباراتين بس وتفرحون شعب. يعني معليش، فرحه الانديه احنا نفرح مع انديتنا الكل يفرح، لكن فرحه المنتخب مختلفه تماما. ان شاء الله على قولتهم اقداركم تاخذ من افواهكم. صحيح. بحول الله عز وجل ان هذا المنتخب يرجع لبطولة عريقة وكبيرة زي كأس العرب من الدوحة، وننبسط ونفرح فرحة تاريخية، وتكون بداية عودة لتصحيح الطريق إن شاء الله عز وجل.